في كل أرجاء الوطن الحبيب السليم هم حملوا هذا السلاح لكي تستعاد الحقوق مرة ثانية. استطعنا بفضل الله عز وجل أن نثبت للقاصي والداني أن جذرة الإسلام لا يمكن لقوة في الأرض أن تخمدها، وأن عزيمة الموحدين والمجاهدين والمرابطين في فلسطين لا تستطيع كل قوى القهر والذل التي حاولت أن تعربد وأن تجثم على صدر أمتنا من أن تحقق أهدافها بأن تطفئ من قوة إيماننا بعقيدتنا وأحقيتنا في أرضنا. اليوم نحن نقول لكم يا إخواننا الكرام، وأنتم ترون من فضل الله عز وجل هذه الحرب التي أراد الصهاينة أن تكون محرقة، وحاولوا أن يستأسدوا فيها وأن يستسلموا بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة عبر طائراتهم بأنواعها ودباباتهم، عبر زوارقهم البحرية وعبر الحصار الخانق، وهم يقصفون المساجد والمدارس والبيوت ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويدمرون المستشفيات. أن يكون هذا الضغط يوجه ضد حماس لكي ترفع حماس الراية البيضاء، أن يكون هذا الضغط يوجه حتى يستطيع المقاوم أن يخرج من ميدان المعركة رافعا يديه ورافعا الراية البيضاء. ولكننا والله ما آمنا بأن لغة الاستسلام والانتصار يمكن أن تكون لغة لنا، إننا كفرنا بكل أنواع الذل والهوان، وآمنا أن الحرية الحمراء لها باب مدرج بالدماء، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. لقد آمنا أن طريقنا نحو استعادة أرضنا تعني لنا أن نثبت في هذه الأرض، وأن نقارع المحتل، وأن نجعل المصحف في قلوبنا كما البنادق في أيدينا. اليوم استطعنا أن نقول للقاصي والداني أن هذه الجذوة الرائعة، وأن هذه الفئة المؤمنة في فلسطين، وأن هذه الطائفة المنصورة بإذن الله عز وجل تعيد للأمة بأسرها الأمل، أننا نستطيع أن نتحدى أمريكا وإسرائيل، وأننا نستطيع أن نتحدى كل قوى البغي في هذه الأرض. وهذا الأمر الآن يترجم، أنتم ترون إخوانكم في غزة من فضل الله عز وجل بعد كل هذه الحرب التدميرية الكبيرة الهائلة، هم من فضل الله عز وجل في كل المجالات. في مجال المقاومة نطلبكم يا إخواننا في المغرب مقاومة كتائب عز الدين القسام اليوم هي أقوى من عز الدين القسام يوم الحرب، أمثال أو أضعاف بفضل الله عز وجل. والشباب يتسابقون على الانضمام إلى صفوف المجاهدين، والنساء والرجال والأطفال والصغير والكبير كلهم يقف ظهرا ويقف سدا منيعا من وراء المقاومة لكي يدفعها باتجاه الثبات من فضل الله. حتى اليوم في كل زاوية منها تجد المقاومة، تحت كل حجر تجد رباط التأييد الذي يستمسك به شعب فلسطين اليوم في قضية استعادة حقوق الأمة بأسرها. اليوم بفضل الله عز وجل شعب واحد ماشي اثنين. نحن نعمر الأمن في بلدنا، وفي ذات الوقت نبني للمقاومة. ونطمئنكم أن القادم بإذن الله عز وجل هو قادم النصر والتمكين. لقد دخلت إسرائيل وهي تعلن عن أهداف واضحة، وهي تحارب غزة بعد أن دخلتها بكل جيش الاحتياط الصهيوني وأكثر من 50,000 جندي في القوات البرية، إضافة إلى ما شاركت به 62 طائرة F-16 حربية في اليوم الأول، و500 طائرة تجسس فوق غزة، إضافة إلى الدبابات والزوارق وكل العتاد العسكري تخرج من غزة من فضل الله كلمة واحدة نعطي فيها دنية لعدونا أو نعلن فيها الاستسلام واليأس والقنوط والإحباط، وإنما كانت كل الكلمات هي إحسان الظن بالله واليقين به. ولذلك وجدتم من فضل الله أن المجاهدون بالرغم من قلة العدد والعتاد وبالرغم من قلة التأييد إلا أنهم استطاعوا أن يمكثوا في براكبهم وأن يؤدبوا العدو على جرائمه، وهو الذي لم يتورع عن استخدام كل المجازر بحق الآمنين والمدنيين. لقد قتل اليهود من أبناء غزة في 90% من الشهداء من النساء والأطفال، لأنه كان أعجز من أن يقف في وجه رجال المقاومة، فكان يحاول أن يؤذي المقاومين بقتل نسائهم وأطفالهم عبر القصف الجوي من بعيد. إن في ساحات الالتحام البري لم يستطع العدو أن يخضع مدينة واحدة بل
لم يستطع أن يخضع قرية واحدة تحت سلطانه العسكري، لأن السلطان العسكري في قدرة فقط هو لكتائب القسام ولكل المجاهدين. العدو فلم يكن له السيطرة بإذن الله في غزة. نحن نقول إننا اليوم نستخدم غزة فلا نقبل أحد ونعلنها أمام القاضي والداني. غزة ستكون بإذن الله القاعدة التي ننطلق منها إلى القدس. غزة بإذن الله ستكون القاعدة التي ننتقل تكبير.